بص، خليني أبدأ معاك بهدوء كده، من غير حماس زيادة ولا صوت عالي. خليني أواجهك بسؤال بسيط بس صادق. إمتى آخر مرة قلت لنفسك أنا ما عنديش وقت؟ الجملة دي بقت تلقائية، بتطلع من بقنا زي النفس. ما عنديش وقت أقرأ، ما عنديش وقت أتعلم حاجة جديدة، ما عنديش وقت أتمرن، ما عنديش وقت أراجع نفسي. بس الغريب إن نفس الشخص اللي ما عندوش وقت عنده وقت يمسك الموبايل من غير ما يحس، عنده وقت يضيع في سكرول ملوش آخر، عنده وقت يفكر زيادة عن اللزوم، يقلق، يتوتر، يشكي، ويعيد نفس الدواير كل يوم. فخليني أقولك الحقيقة من غير تجميل، الوقت مش بيختفي، الوقت بيتصرف، وإنت يا إما بتصرفه بوعي يا إما بيتصرف منك غصب عنك. إحنا متربيين على فكرة خطيرة جدا، إن اليوم بيحصل لنا، مش إحنا اللي بنصنعه. لأ، هو كده بيجي، يخلص، ونقول الحمد لله اليوم عدى. بس عمرك ما سألت نفسك هو عدى في إيه؟ اتصرف فين؟ رجع عليا بإيه؟ إحنا عايشين وهم كبير اسمه ضيق الوقت، والوهم ده مريح لأنه بيعفيك من المسؤولية. طالما المشكلة في الوقت يبقى مش فيا. والنهاردة إحنا مش هنشتم الوقت، إحنا هنفهمه. ترياق حلقة النهاردة هو كتاب كيف تعيش على 24 ساعة في اليوم للمؤلف أرنولد بينت. الكتاب ده اتكتب من أكتر من 100 سنة، بس لو قريته تحس إن الكاتب قاعد جنبك في 2026. ليه؟ لأن المشكلة مش في العصر، المشكلة في الإنسان. أرنولد بينت ما كانش مدرب تنمية بشرية ولا يوتيوبر ولا بيبيع كورسات، كان راجل بيلاحظ البشر وبيفكك الوهم اللي عايشين فيه. وأول وهم بيبدأ بيه هو الوهم اللي احنا كلنا واقعين فيه، وهم ال8 ساعات شغل. احنا متربيين على إن اليوم بيتقسم كده، شغل يساوي اليوم، والباقي حاجات جانبية، أكل، مواصلات، نوم، شوية ترفيه، أي كلام. فتيجي في آخر اليوم تقول اليوم ضاع في الشغل. بنت بيقولك لأ، اليوم ما ضاعش، أنت اللي سلمت اليوم للشغل وقررت إنك ملكش حياة غيره. هو مش بيقلل من تعب الشغل ولا بيقولك سيبه، هو بس بيقولك الشغل جزء من اليوم، مش اليوم كله. أنت عندك 24 ساعة كل يوم، زيك زي أي إنسان ناجح أو فاشل أو عبقري أو عادي. مفيش حد بياخد 30 ساعة ومفيش حد بياخد 20. الفرق كله في إن في ناس قررت إن ال24 ساعة دول حياتهم، وناس قررت إنهم فترة عمل والباقي ضايع. والمصيبة إنك لما تقنع نفسك إنك ملكش غير 8 ساعات، عمرك ما هتستثمر في نفسك. ليه؟ لأنك دايما مضغوط، مرهق، مفيش طاقة. بنت هنا بيقلب الترابيزة بهدوء، يقولك طيب، لو الشغل 8 ساعات، حتى لو 9 أو 10، فين راحوا ال14 أو 15 أو 16 ساعة الباقيين؟ وهنا بنوصل لأهم كنز في الكتاب كله، كنز ال16 ساعة المتبقية. بنت بيقولك أنت كل يوم عندك مساحة زمنية ضخمة، بس أنت مش شايفها، مش عشانها مش موجودة، عشانها متكسرة. الوقت مش بيضيع مرة واحدة، الوقت بيتسرب، 5 دقايق هنا، 10 دقايق هناك، نص ساعة أستريح شوية، وساعة أفتح حاجة على السريع. وفي الآخر تقول اليوم طار. لأ، اليوم ما طارش، أنت سبته يتاكل حتة حتة. بنت ما بيقولكش اقفل على نفسك وتحول راهب، هو بيقولك حاجة أبسط بكتير، ما تعيش حياتك على الوضع التلقائي. أنت مش محتاج تغير كل حاجة، أنت محتاج تحط علامة في اليوم تقول الجزء ده بتاعي، حتى لو نص ساعة، حتى لو 20 دقيقة، بس تبقى واعي إن الوقت ده مش مستهلك، الوقت ده مستثمر. الفرق بين الاستهلاك والاستثمار هو المعنى. السكرول استهلاك، المسلسل استهلاك، إنما القراءة، التفكير، التعلم، الحركة، التأمل استثمار. وبنت بيقولك جملة مهمة جدا بمعناها، ما تستناش الوقت الفاضي، الوقت الفاضي عمره ما بيجي، الوقت بيتخلق بقرار. يعني إيه؟ يعني مفيش يوم هيبقى فجأة فاضي ومستنيك، أنت اللي بتاخد قرار وتقول الحتة دي من اليوم أنا هعمل فيها كذا.
وهنا يجي الاعتراض الطبيعي: بس أنا مرهق. بنت متفهم ده، بس بيقولك الإرهاق الحقيقي مش من الشغل، الإرهاق الحقيقي من إنك تعيش من غير معنى. لما يومك كله رايح في حاجات مفروضة عليك ومفيش ولا حاجة مختارة بإيدك، طبيعي تحس بتقل. لكن أول ما تحط نشاط واحد بس ليك حتى لو صغير، إحساس الإرهاق بيخف. ليه؟ لأنك بقيت حاسس إنك مش مجرد ترس. ومن هنا بنت يدخلنا على فكرة عبقرية وبسيطة في نفس الوقت: تمرين التركيز الذهني الإجباري. هو لاحظ إن في وقت ضخم في حياة أي إنسان بيدفن اسمه وقت المواصلات. وقت أنت فيه موجود جسدياً بس عقلك سايب نفسه لأي حاجة: موبايل، أخبار، قلق، تفكير مشتت. فتوصل مش بس تعبان جسدياً، لأ، ده تعبان ذهنياً كمان. بنت يقترح حاجة جريئة: حول المواصلات من وقت ضايع لتمرين ذهني. إزاي؟ إنك تجبر عقلك يركز في حاجة واحدة، موضوع واحد، فكرة واحدة، سؤال واحد، من غير موبايل، من غير تنطيط، من غير تشتيت. يعني بدل ما تركب العربية وتسيب دماغك يتشد وبيتقطع، قول: النهاردة هفكر في الموضوع ده وبس. سؤال في حياتك، قرار محتاج تفكير، مشكلة عايزة تحليل، حتى تأمل بسيط في نفسك. الهدف مش الإجابة، الهدف التدريب. لأن بنت شايف إن أخطر حاجة ضاعت من الإنسان الحديث هي قدرته على التركيز، وإن اللي ما يقدرش يتحكم في انتباهه مش هيتحكم في حياته. 10 دقائق تركيز حقيقي في اليوم أقوى من ساعة تفكير مشتت. ومع الوقت هتلاحظ إن عقلك بقى أهدى، أوضح، مش بيجري وراك، أنت اللي سايقه. وبعد كده بنت يعمل حاجة ذكية جدا: يكسر حجة مش قادر ألتزم. يقولك: طيب لو اليوم تقيل عليك خلينا أسبوعي. وهنا تظهر قاعدة 90 دقيقة أسبوعيا: 1.5 ساعة في الأسبوع، مش في اليوم، في الأسبوع كله. بنت بيقولك لو أنت مش قادر تدي نفسك ساعة كل يوم، أكيد تقدر تديها 1.5 ساعة في 7 أيام. والفكرة هنا مش الرقم، الفكرة النفسية. أنت لما تفشل في التزام كبير بتطلع من التجربة محبط، بتقول أنا مش شخص ملتزم. لكن لما تنجح في التزام صغير هويتك بتتغير، بتقول أنا بعرف أكمل. 1.5 ساعة في الأسبوع لو اتعملوا بوعي يعملوا فرق ضخم على المدى الطويل. قراءة، تعلم مهارة، كتابة، رياضة، أي حاجة بتبنيك. المهم إنك تحترم الميعاد ده، تعامل 1.5 ساعة دول كأنهم موعد مع شخص غالي. ما تلغيش، ما تأجلش، ما تستخفش، لأنك في الحقيقة بتتعامل مع نفسك. وبنت بيقول ضمنيا حاجة مهمة جدا: ما تحولش إدارة الوقت لصوت تضرب بيه نفسك. مش مطلوب منك تبقى مثالي، مطلوب منك تبقى واعي. وعي إن اليوم مش عدوك، وعي إن الوقت مش ضدك، وعي إن الحياة مش بتجري، أنت اللي سايبها تجري من غير ما تمسك الدركسيون. لو لخصنا الكتاب كله في فكرة واحدة هتبقى: أنت بتاخد كل يوم نفس الفرصة، بس يا إما تستثمرها يا إما تستهلكها. مش مطلوب منك تغير حياتك في أسبوع، بس مطلوب منك تبدأ تشوف يومك بعين مختلفة، تشوف إن 24 ساعة دول مش عبء، دول هدية. وفي الآخر خليني أسيبك بسؤال واحد: لو فضلك نفس أسلوب العيش ده 10 سنين هتبقى راضي عن نفسك؟ لو الإجابة لأ، يبقى لازم تبدأ من النهاردة مش بكرة. خليني أكمل معاك بهدوء، لأن الجزء الجاي هو اللي بيحول الكلام من أفكار حلوة لحياة مختلفة فعلا. أرنولد بنت من غير ما يقولها بشكل مباشر بيحط إيدك على جرح إحنا كلنا حاسين بيه: إننا بنهرب من مواجهة نفسنا بالانشغال. بنملأ اليوم علشان ما نقعدش مع دماغنا، بنزود ضوضاء علشان ما نسمعش الأسئلة اللي جوه. وعشان كده فكرة الوقت عندنا بقت مشوهة. إحنا فاكرين إن المشكلة إن اليوم قصير، بس الحقيقة إننا بنعيش اليوم من غير حضور. بنت يقولك إن في فرق كبير بين إنك تقضي وقت وإنك تعيش وقت. تقضي وقت يعني الساعة تعدي، تعيش وقت يعني الساعة تسيب أثر. أنت ممكن تقعد ساعتين مع الموبايل وتطلع ولا حاجة اتغيرت، وممكن تقعد 20 دقيقة تفكير صادق وتطلع بقرار يغير مسار سنة كاملة. وده يرجعنا لنقطة مهمة جدا في الكتاب: إن المشكلة مش في كمية الوقت، المشكلة في جودة الانتباه. إحنا بنفكر إن الإنتاجية معناها نعمل حاجات أكتر. بنت بيقولك لأ، الإنتاجية الحقيقية إنك تعمل الحاجات الصح،
في الوقت الصح بعقل حاضر. وعشان كده هو بيهاجم فكرة إن الحياة بتيجي بعد ما نخلص شغل. يقولك لو مستني تعيش بعد ما تخلص كل التزاماتك عمرك ما هتعيش. ليه؟ لأن الالتزامات عمرها ما بتخلص، دايما في حاجة بعدها. فالحياة يا إما تتعيش وسط المسؤوليات يا إما ما تتعيشش خالص. والمفتاح هنا هو إنك تبطل تعيش اليوم كأنه مسودة، كأنك بتقول مش مهم النهاردة، بكرة ابدأ. بنت شايف إن الجملة دي من أخطر الجمل اللي الإنسان بيقولها، لأن بكرة لما يجي هيبقى النهاردة جديد، بنفس الأعذار، بنفس الضغوط. فهو يقولك ما تستناش الظروف المثالية، ابدأ بالنصحة المتاحة من حياتك، حتى لو يومك مليان، حتى لو طاقتك قليلة، حتى لو مزاجك مش أحسن حاجة. ابدأ بحاجة صغيرة بس حقيقية. وهنا مهم نوضح حاجة، بنت مش ضد الراحة، مش ضد الترفيه،